فين الناس اللي بتحب السمك القراميط؟ بصوا يا جماعة الحلاوة والجمال هو في أحلى من كده، والناس بقى اللي مش بتحب السمك القراميط أوعدك إن بعد الفيديو ده هخليكوا كلكوا تحبوا أوي السمك القراميط. أهم حاجة يا جماعة لازم نختاره صح وكمان يتنضف صح. بصوا بقى نصيحة مني، اوعوا تجيبوا سمك القراميط وهو صاحي، وانتوا كده عند الراجل السماك جيبوه كده وخلوه بقى ايه، يعني ينضفوا ويقطعوا كده زي ما انتوا شايفين، ولازم يتغسل كويس قوي بمية بقى وطحينة وورق لورا وليمون وحاجات كده. بعد كده باحطه بقى في طبق وانزل عليه بملح وكمون وكزبرة ناشفة ورشة بسيطة من الكركم، وحطيت كمان شوية من الخل عشان لو في زفارة، وحطيت ليمون بس ما تصورش، وكمان حطيت التوم وهريسة الشطة. بعد كده هقلب بقى كل الكلام ده مع السمك. وعايز اقول لكم ان السمك القراميط غير اي سمك، يعني ايه، لازم التتبيلة بتاعته تكون كتيرة شوية علشان هو يعني تحس ان هو غليظ كده شوية، فلازم ايه، لازم يتبل تتبيلة حلوة قوي وتتبيلة كويسة علشان يبقى كويس وجميل. ولازم كده نسيبه في التتبيلة ساعتين 3، ويا سلام لو سبتوه يوم كامل بجد بيودي السمك في حتة تانية. عندي بقى خلطة الدقيق، حطيت بقى دقيق وحطيت رشة ملح وكمان كزبرة ناشفة وكمان رشة كمون، وحطيت كمان شوية كركم علشان يديله اللون اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو. عايز اقول لكم حاجه، ان انا سبت الايه القراميط فتره طويله قوي علشان ايه، يتبل تتبيله حلوه. الناس بقى اللي مش بتحب القراميط قولوا لي ليه مش بتحبوه، ده على فكره طعمه حلو وجميل ونضيف، بس اهم حاجه تجيبوه من حد تكون يعني تكونوا واثقين ان هو ايه تمام فيه. بعد كده بقى هجيب بقى القراميط بتاعنا واحطه في الدقيق. عايز اقول لكم ان القراميط ممكن في ناس بعد ما تحمره كده وتقليه، في ناس بتعمله خلطه كده ببصل وطماطم وبيحطوه في الطماطم، دي برضو بنعملها. بس ايه، النهارده انا حابب اخليكم تدوقوا شويه القراميط وهم ايه، وهو مقلي بس. بعد كده بقى كان عندي خلطه حلوه كتير كده، لو عندك خلطه زايده رجعي القراميط فيها بعد ما تحطيه في الدقيق ورجعيه في الدقيق تاني علشان يطلع مقرمش. طب لو ما عندكيش هاتي كده طبق فيه ميه ساقعه بتلج، وانزلي بالقراميط بعد ما حطيتيه في الدقيق وارجعي بقى فيه فين، في الدقيق. طيب انا حطيت حاجه كده مخليه لونه ايه، اصفر وحلو كده زي ما انتم شايفين. فاكرين انا حطيت ايه وقلت لكم في الفيديو؟ عايز اشوفكم مركزين معايا ولا لا، فين التلاميذ بتوعي، تلاميذي النجباء. بعد كده عندي بقى طاسه على النار، حطيت فيها الزيت والزيت سخن قوي، وابدا بقى انزل بالقراميط. شايفين يا جماعه لونه حلو وجميل ازاي، ويا ريت ما نعليش عليه علشان يبقى مستوي من جوه وحلو زي العسل وقلبه ابيض زيكم كده. بعد كده اقلبه، وانا اصلا بحب القراميط واخد لون ايه غامق شويه علشان اتاكد ان هو ايه، ان هو مستوي من جوه. بصوا انا بحب قوي اللون ده، تمام. في الناس بتحبه افتح مفيش مشكله، في ناس بتحبه اغمق برضو مفيش مشكله. النهارده عملت سمك القراميط بطريقه سهله قوي، يا ريت تجربوها وبجد هتعجبكم قوي. اعملوا بقى عليه شويه رز وسلطه وكمان شويه طحينه، ويا سلام لو عملتوه في طاجن مع شويه طماطم. هنزل لكم الطريقه، لو عاوزينها اكتبوا لي في الكومنتات، ولو الفيديو عجبكم اكتبوه لي في الكومنتات واعملوا شير.